مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفه جديده من وصفاتي. اليوم غادي نحضر معكم واحد الطويجن اللي كيجي من اروع الطويجنات اللي ممكن توجدوا. غادي نحضروا باعناق ديال بيبي. غادي تستغربوا، ولكن بزاف الناس كيكونوا مترددين باش يحضروا بهذه الوصفه، ولكن غادي نوريكم كيفاش يجيكم بنين ويجيكم لذيذ بزاف، ما تشبعوش منه. غادي نحضروا بالخضر المشكله، والمكون الاساسي ديال هذا الخضر المكور. غادي تستغربوا كذلك، ولكن صدقوني، بقاو معايا وخذوا المقادير ووجدوا هذا الطويجن. غادي يعجبكم ويعجب الاسره ديالكم. وهاد الوصفه هذه ديال هاد الجو اللي حنا فيه، الجو البارد، كنبغيو الطويجنات يكونوا حاضرين. بقاو معايا لاخر الفيديو فضلا وليس امرا. اشتركوا في قناتي، ضغطوا على مربع الاشتراك الاحمر باش توصلوا بكل ما هو جديد، وما تنسونيش باللايكات، التعاليق المحفزه باش الفيديو يزيد يطلع، وشاركوه كذلك مع الاهل والاصدقاء ديالكم. باش ما نطولش عليكم، خليكم معايا نبداو الفيديو. بسم الله على بركه الله. اليوم كما ذكرت معكم في الاول غادي نحضر معكم طاجين ديال العنقه ديال بيبي، اولا الاعناق ديال الديك الرومي، بواحد الطريقه اللي جد مميزه. غادي نعطيكم جميع الاسرار باش يجيكم ناجح ويجيكم بنين وما يجيكمش زافر. بعض الاخوات كيتشكاو من هذه النقطه هذه. تبعوا معايا المراحل وغادي تحصلوا على واحد النتيجه اللي هي مرضيه. صدقوني كيجيو كاننا مطيبين العنقه ديال الدجاج. هنايا انا عندي واحد الكميه ديال 500 غرام. غادي نحتاج البصله، وغادي نحتاج مطيشه باش غادي نصبها، والعطريه غادي تشوفوها معايا. بالنسبه للطريقه باش يجيكم هاد الاعناق ديال الديك الرومي الدادين، ضروري فاش تجيبوهم ترقدوهم في هاد الترقيده هذه. الا بغيتوني نشاركها معكم في فيديو خاص خليوها ليا في التعاليق ديالكم. هنايا كناخذ واحد المعلقه ديال الملحه تكون عامره، مع معلقه ديال السكينجبير، مع اما حامضه صغيره اولا نص حامضه معصره. وكنحاول نشد هكا الموس وكنتكهم مزيان باش كتدخل لهم هاد التتبيله. وفاش غادي نبغي نغسلهم، انا خليت هذا باش نوريكم. هانتوما شوفوا، هادو هما اللي خصنا ضروري نحيدوهم. هما راه في الاول كيكونوا ميتين ما كيبانوش، ولكن ملي كنديروا لهم التتبيله اللي ذكرت معكم ديال الحامض مع الملحه مع السكينجبير كيطلعوا بسهوله كيتحيدوا. وبالنسبه هاد التتبيله هذه غتلقاوها في صندوق الوصف. ممكن ديروها البيبي كامل، هادوك الافخاذ ديالو والكتوفه اللي كتجيبو كتبغيو طيبوه، ديروا له هاد التتبيله هذه وغادي تحصلوا على واحد النتيجه اللي هي مبهره وغادي يعجبكم بزاف. هاد الطاجين هذا ديروا عليه اللي بغيتو كما ذكرت، كيمشي مع الخضره كيمشي مع الزبيب، ممكن ديروه غير في الكوكوط. هانتوما راه دغيا هادو كيطلعوا. انا حاولت ما نزربش الفيديو باش تشوفوا. هانتوما غير كنشدو هادو ضروري خاصكم تحيدوهم. صافي هنايا غادي نكمل ونرجع معكم باش نكمل معكم الطاجين اللي غادي نحضر معكم. صافي هنايا غادي نقطع البصل. بالنسبه للبصل تقطعوه كيف ما بغيتو، انا غادي نقطعوه عشوائي. البصله هو راه كيبغي شويه البصله بالزايد، وانتم والذوق ديالكم والرغبه ديالكم. وغادي نحك واحد مطيشه باش كتعطيه ديك الختوريه. انا غادي نديرو ان شاء الله بالخضر، هو كيجي زوين بالخضر. وكذلك ممكن طيبوه حتى في هكا في الكوكوط مريقه مع البطاطا. مع البطاطا كيمشي بواحد الشكل كبير. جربوا الطريقه ديالي غادي تعجبكم بزاف، وغادي تبداو ان شاء الله تعتمدوها. نتوما هكا كنقطع البصله. كما كنعرفوا الطويجنات كيبغيو البصله، كيبغيو مطيشه باش كتجي مريقتهم مدغمره وكتجي مريقتهم لذيذه. صافي هنايا غادي نكمل. انايا غادي نرجع ان شاء الله باش نديرو التوابل وندير الزيت، وغادي نخليه يتشحر مزيان، ومن بعد غادي نحور لكم الخضر اللي غادي نستعمل. هنايا غادي نبدا ندير هنايا التوابل. معلقه ديال القزبر. جربوا هاد العطريه هذه كيجي زوين وكيجي لذيذ. وهو هذا الاعناق ديال بيبي
راه كيبغي هكا التوابل شويه بالزايد. معلقه ديال سكينجبير، هو كيبغي سكينجبير اكثر من الابزار. غادي ندير هنايا الابزار، معلقه ما تكونش عامره. غادي ندير هنايا الخرقوم، معلقه د الخرقوم، شويه ديال السودانيه والملحه على حسب الذوق. الملحه ردوا بالكم لان غادي ندير شرموله ديال المعدنوس كتكون مالحه، وكذلك عندنا راه مرقد في الملحه. غادي ندير الزيت تقريبا واحد نصف كاس، والزيت على حسب الذوق ديالكم. صافي هنا غادي نزيد الملحه، وعاد غادي ندير شي شويه ديال التوابل اللي غادي ندير فوق الخضر. صافي المليحه ديالي ها هي. غادي نجيب هنايا المعدنوس، ها نتوما معايا، ها نتوما كما كتشوفوا شرموله المعدنوس. هانتوما شوفوا ما شاء الله كيفاش كتبقى. انا فاش صاوبتها ذكرت معكم باش غادي نكون كنصب، غادي نوريها لكم دائما. هانتوما ما شاء الله هي راهي في الثلاجه كتبقى محافظه على اللون ديالها، على الطعم ديالها ما كيتبدلش. دابا تقريبا داخلين في شي 2 ديال الاسابيع باش حضرتها. غير جربوها وردوا عليا الخبر، راه كتجي شي حاجه زوينه بزاف وما عندكم مناش كتخافوا. راه كتبقى اللون ديالها. هانتوما كنتمنى الصوره تكون واضحه. هانتوما شوفوا ما شاء الله. صافي هنايا غادي نردو فوق العافيه نخليه يتقلى. هانتوما معايا صافي هنايا كما كتشوفوا ها هو بدا كيتشحر. صافي كنخليه يتشحر مزيان وكنبقى نقلب هاد العنيقات هادو حتى كيشربوا ليا ديك العطريه. هانتوما وديك البصله كتطلق الماء ديالها، ومن بعد غادي نزيد الماء ونخليهم يزيدوا يتشحروا. وعاد غادي نضيف الخضره. غادي نوريكم انا الخضر اللي غادي نستعمل. صراحه غير جربوه بهذه الطريقه. شوفوا المريقه ما شاء الله كتجي مدغمره مع ديك مطيشه اللي درنا. طريقه جد بسيطه ولكن كتجي ناجحه مليون في المئه. انا صراحه من عشاق الطويجنات، وخصوصا في هذا الجو هذا اللي كيكون بارد، يعني كنبغيو شي حاجه اللي تكون بحال هكا. جربوها ان شاء الله وينالوا الاعجاب ديالكم. صافي هنايا غادي نطلقوا فاش غادي نبغي نحط الخضر ديالي، وغادي تشوفوا معايا باقي الفيديو. بالنسبه للخضر اللي غادي نستعمل في هذا الطويجن هذا كما كتشوفوا معايا، عندي هنايا المكون الاساسي وهو المكور. هانتوما درت هنا واحد 4 ديال المكوره، وكيبقى على حسب افراد الاسره ديالكم. عندي هنا 2 حبات ديال اللفت قطعتهم بهذا الشكل هذا، عندي حبه ديال الجزر قطعته هكا رقيق، وعندي واحد 2 قرعات متوسطين، وعندي هنا واحد حبه ديال البطاطا اللي قطعتها بهذا الشكل. بالنسبه للكميه كتبقى على حسب افراد الاسره ديالكم. هذا الطاجين هذا ممكن يعني يتراوح ما بين 4 حتى ل 5 ديال الافراد. صافي هنايا غادي نمشي باش غادي نبدا نقاد الخضره ديالي. هانتوما معايا كما كتشوفوا هنايا الطاجين ديالي ها هو شرب ديك العطريه مزيان، وكنبقى نقلبو. دابا غادي نزيد له الخضر اللي ذكرت معكم. هنايا غادي نزيد اول مكون وهو المكور. المكور حاولوا ما امكن ما تقطعوش غليظ بزاف، يكون رقيق باش يطيب لكم بسرعه. صافي النار تكون مهينه. صافي بهذا الشكل هذا. نتوما ممكن ديروا الكميه اللي بغيتو، هو غادي يجيكم شويه هكا غريب هذا المكور، ولكن هذا الوصفات هادو يعني وصفات اللي هما تقليديين. صافي بهذا الشكل هذا. غادي نزيدو القرعه. صافي هنايا كنزيد القرعه. ممكن تزيدوا اللوبيا، ممكن تزيدوا اللي بغيتو في الخضر، كيبقى يعني على حسب الذوق ديالكم، على حسب الشهوه ديالكم. يعني الطواجن ما شاء الله معروفين يعني بالكميه ديال الخضر ديالهم.
صافي بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي نزيد بطاطا، غادي نزيد اللفت، صافي وغادي نكمل اللفت ونكمل خيزو ونوريكم الطويجن. صافي ها هو الطويجن ديالي قديتو، نتوما قدوه كيف ما شحال الخاطر ديالكم. هنايا كنخلط شويه ديال العطريه وغادي نديرها فوق الخضر. وملي كيغلي ليا الطاجين راه كنبدا نجبد من هكا من الجوينبات، ضروري خاصو يطيب على نار مهيله. كنبقى هكا نجبد من الجناب وكندير هكا فوق الخضر ديالي باش يجيو بنانين. انا ستفتو بهذه الطريقه وان شاء الله تشوفوه معايا في الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي. غير جربوه غادي يعجبكم بزاف، راه كيجي لذيذ وناجح 100%. صافي هنايا غادي نبقى مره نهز هكا ونبقى نسقي، نهز ونبقى نسقي حتى كيطيبوا ليا الخضر. دابا كنعرفوا الخضر ديال دابا كيطيبوا بسرعه، يعني ما كياخذوش شي وقت كتير. صافي نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي باش تشوفوه معايا. وما نساوش المساند الرسمي اللي حضرت معاكم في الحق، هذا سميتو المزاود مخللين. نديرو هكا شي وحده تعطي واحد المنظر وكتعطي المنظر، والحامض مصير كذلك. نديروها غير شويه ونعاودو نحيدوها باش ما تلقليناش الحراره بزاف. هانتوما وهكا الحامض ديالي مصير، الحامض مصير كيعطي واحد المذاق حتى هو زوين. يعني هاد الوصفات هادو اي حاجه ضروري نديروها باش تعطي داك المذاق ديالها. كنديرو كطريفه الحامض، حتى هاد الحامض هذا راني خللته مع هاد المزاود. نتوما كنديروا طريفات، كنعرفوا يعني الطويجنات. الا قلنا الطويجنات غادي نقولوا الحامض. وغادي ندير واحد الطريفات ديال الثومه حتى هما درتهم مع هاد التخليله هادي. طويجن معتبر، طويجن ديال الخاطر، مع جميع الاسرار باش يجيكم ناجح وتجيكم الوصفه من الطراز الرفيع. صافي كما قلت لكم غندير هنايا طريفات ديال الثومه، ها هما. واخا الشرموله ديالي راه فيها الثومه ولكن هذه كتعطي المذاق حتى هي. صافي شوفوا كيفاش كتجي ما شاء الله دايبه هانتوما. صافي هنايا الطويجن ديالي طيب، نوريكم كيفاش كيجي. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وخليكم معايا فضلا وليس امرا لنهايه الفيديو. كما تابعتوا معايا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. هذا هو الشكل النهائي ديال الطويجن اللي حضرت معكم، ديال الاعناق ديال الديك الرومي بالخضر. كيجي معلك ومدغمر على حقو طريقو، والدليل الجوانب ديالو كيفاش كتشوفوا معايا كيجيو معسلين. صراحه غير جربوه ما غاديش تندموا ابدا، مع جميع الاسرار باش ينجح معكم. الى عجبكم الفيديو كالعاده ما تنساونيش بالتعاليق المحفزه، اللايكات باش الفيديو يزيد يطلع، وشاركوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. وما بقى لي الا نقول لكم نتلاقى معكم في فيديو جديد، وصفه جديده من وصفاتي على قناتي. دمتم في رعايه الرحمن ومع السلامه.